بصوا بقى يا حبايبي، معانا ايه؟ معانا اجمل واطعم واحلى طاجن في حياتكم هتاكلوه بجد. بصوا طاجن قرع عسل حلو جدا جدا وجميل وخفيف جدا، وفي ميكس كده بين الزبده مع القشطه مع القرع مع المهلبيه اللي انا عاملاها، حاجه كده تحفه، وكله غذاء كامل للولاد. والميكس اللي انا حطيته على الوش بتاع القشطه ده مع الكريمه او مع البشاميل حلو جدا جدا. بصوا مديله وش كده حلو جدا ودهبي وخفيف وحلو جدا. يلا بقى نخش مع بعض على الفيديو عشان نتفرج على الوصفه بتاعتنا ونشوف كده طبقات العسل اللي انا عملتها بتاعت القرع والبشاميل دي اتعملت ازاي، وحطينا ايه والمكونات كانت ايه، ونتكلم شويه مع بعض على فوائد القرع. ويلا بينا بقى على الفيديو ونتفرج على الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناه مطبخ سلوى، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه مع بعض؟ بصوا يا جماعه، احنا هنعمل النهارده وصفتين في وصفه. تمام، احنا دايما يعني مبدئيا كده زي ما انتم شايفين كده الفيديو معايا اهو بدا بايه. معايا ده ايه؟ ده معايا قرع العسل. هنعمل قرع العسل، هنشوف هنعمله ازاي وبطريقه ازاي وهنحط عليه ايه. وتاني حاجه معانا برده في الفيديو، بس هنبدا بيها اول حاجه اللي احنا هنبدا بالقرع العسل نعمله، وتاني حاجه هنخزن قرع العسل ازاي. تمام، انا جايبه القرعايه اهي بتاعه العسل وقطعتها. طبعا ما رضيتش اطول الفيديو بقى عليكم واجيبه وانا بقطعه كده عشان هو تقطيعه صعب جدا صراحه، وبياخد وقت كده ومجهود شويه، فانا قطعتها وكيستها وهقول لكم بقى هنحفظه ازاي وهنعمل فيه ايه. تمام، بصوا كده مبدئيا بقى ده هنا كده معايا قرع العسل اهو. ده كيلو من القرع العسل. انا كنت جايبه القرع العسل اللي جبتها كانت 5 كيلو، قسمتها على 4 وجبات. تمام كده. طبعا القرعايه اللي جبتها كان نصها طبعا طالع قشر، فطلع حوالي كيلو، يعني حوالي كيلو قشر كده والبذور بتاعته. تمام، فبصوا بقى ده كده معايا ايه هنا كده. ده معايا كيلو من القرع العسل، عليه بتاع حوالي 4-5 معالق كده كبار من السكر، وعليه كوبايه ميه اهي. وهسيبه بقى على النار، هرفعه على النار كده لحد ما يستوي معايا خالص ويتهري، وهوريهولكوا بقى لما يستوي ويتهري. هروح بقى ارفعه على النار عشان اقول لكم بقى دلوقتي هنخزن القرع بتاعنا ازاي. بصوا بقى يا جماعه، انا جبت القرع العسل اهو، قطعته كده زي ما انتم شايفين مكعبات اهي. بصوا عامل ازاي، وقسمت القرعايه بتاعتي اللي انا جبتها على قد ما انا هحتاج وهخزن. تمام، انا جبتها 5 كيلو زي ما قلت لكم، طلعت معايا 4 كيلو صافي. الكيلو بقى الزياده دوت بقى طلع قشر بقى، لان طبعا ما شاء الله كانت كبيره، فطلعت قشر وطلعت بذر وطلعت اللي هي الالياف اللي هي الشعيرات بتاعته اللي بتبقى في البذر بتاعه من جوه ده. بجيبه بقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبشيله في الاكياس في الفريزر. ما بعملش اي حاجه فيه غير ان انا بشيله زي ما هو ني كده مكعبات في الفريزر. هاجي بقى هستخدمه او هاجي هعمله بطلعه متلج وبحطه في قلب الحله اللي هشتغل فيها، وبسيبه على درجه حراره هاديه جدا، هو هيفك مع نفسه. وبحط السكر عليه وما بحطلوش بقى ميه في الحاله دي. تمام، انما لو هعمله فريش زي ما عملته دلوقتي كده معاكم هحط له كوبايه الميه. تمام، وبكتب بقى كده على الكيس التاريخ اللي انا شيلته فيه. تمام، لان انا ما بحبش الصراحه اشيله كتير واطول عليه، لان بحس ان هو بيتهري كده بشويه في التخزين. بكتب بقى التاريخ مثلا النهارده مثلا 29/7 مثلا، بروح كاتبه كده 29/7 على كل الاكياس اللي انا شيلتها. بصوا حلو جدا في الشتاء، مغذي جدا جدا وبيدفي جدا جدا، بيبقى معمول سخن كده بيطلع بيتاكل بيبقى تحفه. انا هعمله دلوقتي معاكم بالبشاميل بطريقه حلوه جدا وجميل جدا، هيعجبكم جدا. في الصيف بقى بناكله ساقع، يعني بنعمله ونسيبه يبرد في التلاجة. عايزين بقى نعمله في بولات صغيره، عايزين نعمله في طواجن، عايزين نعمله زي ما انا هعمله معاكم دلوقتي في بايركس كبير كده، وبنسيبه بقى في التلاجة لحد ما بيبرد، وبنقطعه كده مكعبات او مربعات كده، وبنحطه كده نحط عليه شويه مكسرات او حاجه وبناكله، بيبقى حلو جدا. القرع العسل يا جماعه مفيد جدا جدا، البذور اللي فيه حلوه جدا جدا وفيها فيتامينات عاليه قوي قوي، فيها الياف، فيها بوتاسيوم، وفيها بروتين، وفيها دهون صحيه، دي البذور بتاعته. انما القرع نفسه بقى حلو جدا بقى للشعر اللي بيقع، بينزل الدهون، بيساعد على الحرق، بيخلي البشره كده كلها نضاره وحلوه، سعراته الحراريه قليله طبعا، ومعانا بينظم طبعا الضغط وبينظم الكوليسترول،
وبيحافظ على الجسم من السرطان، طبعا مضاد للخلايا السرطانيه، ربنا يحفظنا يا رب. بصوا في كل ما هو الجسم محتاجه، في كل حاجه، وطبعا في فيتامين سي وفيتامين اي، في زنك وفي مغنيسيوم، في كذا كذا حاجه للجسم، يعني هو يعتبر بيقوي الجسم كله. فاحنا لازم ناكله باستمرار او نعمله باستمرار، حتى لو عملناه بالطريقه اللي انا هعمله بيها دي برضو مش هيقلل من قيمته حاجه، يعني مش هيقلل من قيمته حاجه ولا من الفوائد بتاعته حاجه، بل بالعكس ده بيزيده كمان حلاوه وطعم وفايده اكتر. تمام. هشيله بقى انا كده زي ما قلت لكم في الفريزر، هاجي استخدمه، هطلعه بتلجه، هحطه في الحله، هحط السكر عليه، مش هحط له نقطه ميه خالص، هو هينزل منه فيه ميته. هعمله فريش زي ما عملته دلوقتي معاكم، هحط كوبايه ميه على الكيلو مكعبات، وهحط عليه 4-5 معالق سكر، وهسيبه على النار لحد ما يستوي خالص ويتهري تماما. هينزل ميه كتير كده شويه دلوقتي هوريها لكم، وبعد كده بقى هبتدي اشتغل في الوصفه بتاعتي. اول بقى ما يستوي هوريه لكم هعمله ازاي، وهوريكم بقى ايه الخطوات بتاعته. هنروح بقى دلوقتي احنا نشيل دوت في الفريزر ونشوف اللي على البوتاجاز، ونرجع بقى بعد كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي اهو القرع بتاعي اهو بيستوي. بصوا خلاص اهو ابتدى خلاص يستوي معايا ويتهري. انا عايزاه مهري خالص عشان خاطر ايه اما اجي اعمله واهرسه يبقى ايه، يبقى حلو كده معايا ويبقى طعمه جميل في الاكل. تمام. بصوا بقى هنا هنعمل ايه. معايا حله هنا تيفال اهي، هنعمل ايه بقى فيها الحله التيفال دي، هنعمل فيها البشاميل بتاع القرع العسل. تمام. معايا كده هنا هم زبده بلدي، حطي كده ايه 3-4 معالق كده كبار، توصي كده بالزبده فيه عشان تاخدي طعم حلو وتاخدي حاجه كده دسمه وطعمها ايه حلو كده وانت بتاكلي. تمام. الحلويات يا جماعه بالزبده حلوه جدا، بتودي الوصفه في حته تانية خالص. اهي هننزل بقى عليها بايه، هننزل عليها بالدقيق، دول 3-4 معالق كبار من الزبده، نقدر 3-4 معالق كده كبار، وهنحط عليهم 3 برضو كده دقيق اهو مليانين كده. بصوا يا جماعه كاننا بنعمل بالظبط بشاميل بس ده مسكر. نحط حبه دقيق كده تاني اهو، وهنقلب بقى. انا عايزه الدقيق يتشوح كده في الزبده ويدي طعم حلو كده وريحه حلوه اهي. بصوا يتغلف كل كده ايه الدقيق يتغلف بالزبده بتاعتي، واشم ريحه الايه الدقيق مع الزبده كده تطلع وانا واقفه كده ريحتها هتبقى تحفه. تمام اهي. بصوا حلوه جدا الوصفه دي، هتعجبكم جدا جدا، وجربوها بس كده بطريقتي والله العظيم بجد هتعجبكم قوي اهي. بصوا الزبده تحفه، ريحتها طالعه مع الدقيق في منتهى الجمال، حاجه كده تحسي ان انت كده ايه بتاكلي كده حاجه كريمي كده وحلوه لما تيجي تعمليه بالطريقه دي. الكريمه بتاعته بتبقى حلوه جدا او البشاميل بتاعته بتبقى تحفه اهي. بصوا خلاص كده هنزل بقى بايه، هنزل بكيلو من اللبن الايه الجاموسي اهو. اللبن يكون كده بخيره مغلي، انا غلياه وسايباه من امبارح في التلاجة، طلعت منه طبقه قشطه محترمه اهو، عشان هاخد القشطه دي دلوقتي هشتغل بيها برضه. هنزل بقى ايه بالكيلو اللبن كده واقلب بقى، ما اسيبش بقى ايدي من التقليب، هفضل اقلب كده فيها. لسه بقى هنحط لها سكر دلوقتي بس مش دلوقتي، هنحط السكر في اخر مرحله كده معانا اهي. بصوا ومش هنحط سكر كتير لان احنا القرع بتاعنا حاطين له سكر واحنا بنسلقه وهو كده كده مسكر، فاهمين؟ فهنخلي السكر بتاع البشاميل يبقى مسكر بس مش مسكر قوي عشان يبقى سكره مظبوط كده معانا ويبقى حلو. متبقيش تاكلي حاجه كده مسكره قوي وتتعبك وتجزعلك نفسك كده، عايزين التسكيره الحلوه دي تبقى ايه خفيفه. هقلب بقى انا كده فيه لحد ما يتقل عشان ما اطولش الفيديو عليكم، وهوريها لكم بقى لما تخلص. بصوا بقى يا حبايبي القرع بتاعي خلاص استوى اهو، حطيته في قلب البايركس وصفيت الميه بتاعته هنا في قلب البشاميل عشان الميه بتاعته دي بتطعم البشاميل وبتديها لون حلو كده اللي هو اللون اللي هو كده لميق ده شويه. بصوا بتخليها لونها حلو جدا اهي وبتطعمها جدا. هو بينزل ميه بعد ما بيستلق بتلاقوه بينزل ميه، فبنصفي الميه دي بتاعته في قلب البشاميل عشان نكمل تسويه البشاميل بيها. انا كل ده لسه ما حطيتش سكر ولا حطيت اي حاجه، يا دوبك الدقيق باللبن بميه الايه القرايه بتاعي.
وهرسته وحطيته في البايركس اهو. بصوا، وحطيت في البايركس، في ارضيه البايركس زبده. تمام. هنشوف بقى البشاميل بتاعنا خلاص اهو، هيبتدي يربط معانا. البشاميل بالطريقه دي بيبقى تحفه، بيبقى حلو جدا. هديله بقى التسكيره بتاعته كده بسرعه قبل ما يربط معايا. بصوا، خلي بالنا عشان احنا حاطين ميه القرع فيها سكر، والقرع نفسه مسكر، فهتبقى البشاميل بتاعنا هيبقى مسكر بزياده. حطينا 4-5 معالق كبار كده سكر، والسكر برضو حسب ايه، حسب الرغبه. عايزين تزودوا زودوا، عايزين تقللوا قللوا، بس خلي بالكم من السكر. بصوا البشاميل بتاعي هيبتدي يربط معايا خلاص اهو. ودوقوا برضو السكر بتاعه، شوفوا عايزين تزودوا بعد ما تدفعوا البشاميل تزودوا. بصوا البشاميل بالطريقه دي بيبقى حلو جدا، بيبقى طعمه جميل قوي، وبالذات لما بتاخدوا الميه بتاعه القرع بتزودوا قيمه غذائيه للبشاميل، وبتزودوها طعم طبعا. بصوا بقى يا حبايبي البشاميل بتاعي تقيل اهو. بصوا لما بارد، بصوا له بقى حلو قوي اهو. بصوا بقى عامل ازاي، حلو جدا، قوامه جميل. هقفل بقى عليه البوتاجاز كده، واخر حاجه هحطها ليه رشه فانيليا اهي. رشه الفانيليا هتخليه حلو قوي، ريحته تبقى جميله جدا اهي. بنديله بقى اي تقليبه كده محترمه. بصوا هيبقى حلو جدا لو عملتوه وسبتوه في التلاجة كده لتاني يوم كده يسقع، وتقطعوا بقى منه وتاكلوا. بصوا بقى اشيل كده البشاميل على الحرف اهو، وهجيب بقى هنا كده الطاجن بتاعي. بصوا انا الطاجن بتاعي هنا حطيت فيه زبده، ورحت هرسه القرع العسل، ورحت حاطه عليه حطيت على القرع العسل زبده، وحطيت في ارضيه الصينيه زبده. بصوا بقى هنا كده ده معايا ايه، ده كده ميكس كده حلو كده، عباره عن جوز هند وزبيب وسوداني وشويه قرفه. هاخدهم كده وارشهم على وش الايه القرع بتاعي، وممكن تقلبوه في قلبيه. لو عايزين تقلبوه في قلبيه قلبوه في قلبيه، هيبقى طعمه حلو جدا. بصوا اهو صينيه قرع بقى، بصوا تحفه في منتهى الجمال، معزيه جدا ومليانه ايه، مليانه حاجات. بصوا بقى هننزل بقى بالبشاميل بتاعنا كده اهي عليه. بصوا انا عايزه طبقه البشاميل تبقى كتيره اهي. بصوا هنحاول نسويها كده اهي. هنحط بقى في الاخر خالص، هنحط بقى في الاخر خالص القشطه اهي. بصوا دي قشطه من على وش اللبن. بصوا الدسم بتاعها جميل ازاي. ناخد كده معلقه على وشه كده، هي هتسيح دلوقتي لما هيدخل الفرن وهتتحمر، وهيبقى شكله تحفه، وهيبقى الوش بتاعه كله دسم كده، وهيبقى في منتهى الجمال اهو. بصوا بقى هنسيبه كده دقيقه كده يتشمع كده مع نفسه، بعد كده هندخله بقى الفرن نحمر وشه، ونديله تحميره خفيفه كده من الارضيه، واوريهولكوا بقى لما يطلع في الاخر. بصوا بقى الجمال بتاع الصينيه بتاعتي طلعت. بصوا بقت عامله ازاي تحفه. بصوا القشطه على وشها عامله ازاي، والدسم جميل بتاعها حلوه جدا جدا. بصوا عامله ازاي الفقاقيع اللي طالعه دي منها، دي الدسم بتاع الزبده والقشطه. طاجن كده يعني، بصوا هتاكلوه هتلفوا حوالين نفسكم من الطعم ومن الجمال بتاع الحاجه. والله بجد طعمه تحفه في منتهى الجمال، وريحته قلب الدنيا. اعملوا بس بنفس الخطوات كده وبنفس الطريقه، وحطوا زبده حلوه كده، حبه زبده حلوين، زبده تكون بلدي، وانتوا هتاكلوا احلى طاجن قرع عسل. بصوا عامل ازاي تحفه. غالي جدا على فكره القرع العسل في المحلات بيتباع كده طواجن صغيره، الطاجن معدي 30 جنيه. لا ملوش لازمه يعني، وحبه صغيرين جدا قد كوبايه الزبادي. بصوا بقى ده احنا عملناه اهو في البيت، صينيه ما شاء الله كبيره تكفي 4 افراد 5 افراد. بصوا اهو
لسه طالع حالا من الفرن. بصوا الدسم على وشه عامل ازاي، تحفه. بصوا في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه، وريحته قلب الدنيا. قولوا لي بقى ايه رايكم في القرع العسل بتاعي، حلو ولا وحش بقى؟ الطريقه دي ايه اخبار، حلو ولا ايه؟ بصوا قولوا لي بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، تعملوا لايك للفيديو طبعا عشان يوصل لكم مني كل جديد. واحب اقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.